أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة، وصفة رمضانية لسان الطير بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئات. كيجي مقرمش ورائع. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. هنا بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو باش نصايبو العسل، هنا عندي قالب ديال السكر اللي كنضيف ليه اطرو ديال الماء وكنخليه ليله كامله كيبات في الماء حتى كيولي بحال هكا. من بعد غادي نضيف ليه قطع ديال الحامض وجوج حبات ديال عشبة الباديان او نجبة الارض، وهنا عندي جوج عواد ديال القرفة والمسكه الحره شويه. غادي نخليو هاد المكونات حتى كطيب غير واحد شويه على نار مهيله. من بعد نضيف ليه ربع كاس ديال الماء زهر. هنا العسل ديالنا خدا معايا ساعه ونص. غادي نشوف الحامض تبدل ليه اللون، راه صافي راه طاب، يجي على هاد الشكل. هنا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو للعجينه ديالنا، غادي نخليهم لكم كلهم في صندوق ديال الوصف. انا بالنسبه للمقادير ديال العجينه عندي 3 ديال الزلايف ديال الدقيق، رازت الزلافه الثالثه مع جاتني العجينه شويه ناقصه. هنايا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، والقرفه قياس ديال 2 معالق كبار، النافع حتى هو 2 معالق كبار كلهم مطحونين، قبصه ديال الملح لتصحيح الذوق، هنا معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلوى، وهنا للتنسيم استعملت سكر زهرة البرتقال، راه كيتباع هكا مكتوبه فيه سكر زهرة البرتقال. هنا ضفت ربع كاس ديال الماء ديال الزهر، كاس ديال الجنجلان محمر ومطحون. هنا غادي نجمع المكونات بالماء دافي بحال كنجمعوا العجينه وكندلكوها مزيان حتى كتجينا رطبه. خليكم مع تتمه الفيديو. هنا بعد ما دلكنا العجينه مزيان غادي ناخذوها، غادي نقطعوها على هذا الشكل وغادي نشكلوها كويرات ونخليوهم يخمروا تقريبا ربع ساعه. كنغطيوهم مزيان ونخليوهم ربع ساعه حتى كيخمروا. من بعد غادي ناخذوهم وغادي ندلكوه كما كتشوف الفيديو على شكل دائره. هنا غنبقى مستمره بنفس الطريقه صافي. هنا غادي نحاولوا فاش نشكلوها على شكل دائره غادي نحاولوا نحيدوا داك الدقيق اللي كيكون الفوق. خليكم مع الفيديو. هنا بعد ما بسطنا العجينه كنحيدوا لها داك الدقيق وغادي نحطوها في المقله اللي كتكون سخونه من قبل. غادي نخليوها غير تصهد ونقلبوها على الجوانب، ما غاديش طيب العجينه غير تصهد. من بعد غادي نكمل الكميات كامله اللي عندي، وانا كنحطهم كنغطيهم بالزيف وكنديروهم في الميكا باش يبقاو رطبين. كيجيو على هذا الشكل رطبين حيت درناهم في الميكا. انا غادي ناخذ الاولى، القطعه الاولى غادي نروليوها بحال هكا. غادي ناخذ هنا الدقيق والماء باش نسدو داك الجوانب بحال هكا. غادي نبقاو مستمرين بهذه الطريقه ونحطوهم في الميكا باش يبقاو رطبين.
صافي غنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. من بعد الطريقه ديال التقطيع غادي نقطعهم على هذا الشكل مائلين. غنبقاو مستمرين في هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، كيجيو على هذا الشكل هذا. هنا كنحاولوا دوك الجوانب كنسدوهم كنلصقوهم بالدقيق. صافي هنا غادي ناخذ واحد المقيله اللي كتكون سخونه من قبل وغادي نحطو فيها هاد القطع ديالنا. غادي نخليهم حتى كياخذوا معنا داك اللون. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى نكملوا القطع كلها اللي عندنا. هنا بعد ما خداو داك اللون اللي بغينا غادي نصفيوهم ونطفيوهم هنا في العسل، وغادي نصفيوهم نحطوهم في واحد في الصفايه، وغادي ندير من فوق منهم الزنجلان. هنا كنبقى مستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل القطع كلها اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.